هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. والنهارده لقاء حصري مع الامازيغ. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. عرفنا بنفسك. يوسف يعقوب من سيوة، من واحد سيوة. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهارده. طب احنا عايزين بقى نعرف قصه الامازيغ من الاول بقى. يعني انت ممكن تحكيها لنا، او انت اكيد عارف التاريخ بتاعكم، مش كده؟ بالنسبة لقبائل سيوة، قبائل سيوة تمركزت من هنا، يعني آخر تاريخ وصلنا له من 150 عام. من 150 عام تقريبا أهالي. احنا عارفين ان انتوا جيتوا على موجات هجره من المغرب. ده اللي احنا نعرفه بقى. يعني ده اللي لو سرشنا على جوجل هو ده اللي هيطلع لنا، ان انتوا جيتوا على موجتين هجره من المغرب. تمام. الموجه الاولى كانت ايام رمسيس الثالث، فانتوا اكتر من كده بكتير هنا. حقيقة يعني الكتابات والكتب لغاية آخر تاريخ وصلنا له بالنسبة جدودنا لغاية 150 عام. بس في يعني أساطير بتقول إن يعني قبل كده. مهم. اوكي، بس يعني مفيش أدلة ثابتة 100% عشان نثبت الكلام ده. مهم. تمام، بس لغايه 150 عام في الادله وفي الكتب اللي تثبت ان اهالي سيوه مستوطنين سيوه من 150 عام. فده في ادله وفي اللي يثبت بالكتابات القديمه وكده. آه، ست مصريين برضو ايا كان. طبعا. طبعا، كلكم مصر اكيد. بس هي الهويه. اختلاف بس في الهويه الهويه. دي لان خلال 150 عام اللي فاتوا كان في انعزال، مهم. واللغه بتنتج من الانعزال عن المجتمع. يعني سيوه كانت زمان منعزله عن هي لحد دلوقتي منعزله. لما نقطع 820 كيلو عشان نيجي منعزله. دلوقتي في انفتاح جامد عن الفتره اللي فاتت. اما زمان كان خلال 150 عام مفيش سفر للقاهره او اسكندريه. مواصلات صعبه بقى. كان المواصلات خلال محتاجين اقل حاجه شهر عشان يوصلوا هناك. يا وكان شهر. لان السفر كان بالجمال وكده. مم. طبعا الفترة الأخيرة بعد السبعينات الدنيا اتطورت وبقى في طريق يربط سيوة بمطروح والقاهرة. مم. فالدنيا اتفتحت شوية. فده سبب الانعزال، ده سبب إن نتجت اللغة السيوية وحافظوا على اللغة السيوية. بس طبعا الحياة الواحات حياة بدائية، يعني مش زي المدن والتحضر هناك، عشان كده ما أنتجش كتابة اللغة. يعني لذلك اللغه الامازيغيه مش مكتوبه. لا، هنا في سيوة مش مكتوبة لأن الناس عايشين على حياة بدائية. مم. لسه ما وصلوش لدرجة إن هم لأن الكتاب يدونوا ده. يدونوا ده. تناقل اللغة هي بتتنقل عن طريق الابن والأم بيعلموا ابنهم الكلام، يعني فطبعا مش بيكلموه عربي خالص، طول اول ما بيتولد ما بيتكلمش عربي خالص. لا، طبعا ما أول ما بيتكلم اللغة السوية العادية. بعد كده بيتعلم يخش المدارس أو يخش الكتاتيب تحفيظ القرآن، بيتعلم اللغة العربية وبيكتب ده اللغة من سن العربية. كام بقى؟ يعني لسه ستيل موجود الكتاتيب، الحاجات اللي هي القديمه دي لحد دلوقتي لسه موجوده؟ طبعا منتشرة في كل الواحة، الكتاتيب والمدارس دلوقتي. يعني المدارس دلوقتي والكتاتيب والتعليم منتشر في كل الواحة ايه يعني. بقى؟ طيب قول لي بقى ابرز بقى العادات والتقاليد، الحاجات اللي بتميزكم عن الحاجات اللي احنا بنحتفل بيها العاديه اللي في مصر. في حاجات انا سمعت عنها ان هي بتميز الامازيغ والاهل سيوه بالاخص، بتميزهم عن بقيه الشعب المصري، حاجات احنا ما نسمعناش عنها، فممكن تقول لنا عليها؟ أولا طبيعة أهالي سيوة بيتميزوا ما بين جامعين ما بين الثقافة العرب، بحيث إن في النظام القبلي، وجامعين ما بين الثقافة اللي تحت في القاهرة أو الفلاحين، مم. اللي هي الاستيطان والزراعة. في حين النظام القبلي مثلا في مطروح ما عندهمش إنهم بيستوطنوا في مكان، بينتقلوا ترحال. ترحال. اما اهالي سيوه مستوطنين المكان وقائم الاقتصاد بتاعهم على الزراعه. مهم. على الزراعه، وفي الاونه الاخيره على السياحه والصناعه وكده. طب انت عارف بقى مين اللي استخدمهم في موضوع الزراعه ده؟ بالنسبه للزراعه ده من قديم الازل. ده نتج عن الناس كانت هنا منعزله، فانتج عن كده انهم لازم يستخدموا دي الموارد. حتى بقى احنا درسناها في الاثار. دي بقى، عارف الملك رمسيس الثالث؟ تسمع طبعا. عنه؟ طبعا عيون ايوه. نهور الميه القديمه هنا كان في حوالي من 15 او اكثر من 15 عين، كلهم عيون فرعونيه قديمه. فمن خلال العيون دي استطاعوا انهم وفي كان في اراضي مزروعه كتير هنا في سيوه. فمن خلال الاراضي والنخل اللي موجود استطاعوا انهم يكملوا مسيره الانتاج والزراعه. هو فبداوا يزرعوا رمسيس القمح. الثالث، يعني هو رمسيس الثالث اول ما الامازيغ جم من المغرب لمصر هنا، استخدم جزء منهم في الجيش، لان هو كان الجيش بتاعه كان من الليبيين، فهو كان بيدفع لهم فلوس، فهو لما جم الامازيغ استخدمهم في الجيش ولقى فيهم بسالة وشجاعة ورجولة في الحروب.
والجزء التاني استخدمه في الزراعة واستصلاح الأراضي. هي سيوة لو بصينا على المنظور القديم نبص نلاقيها بوابة مصر الغربية. الغربية بحيث إنها بتربط من هنا للقاهرة، كله كان فيه زراعة، على خلاف مطروح. مطروح ما كانش فيه زراعة، وصعب إن كانوا بيستخدموا الرعي أكتر صعب الناس تتنقل من ليبيا تروح القاهرة أو اسكندرية أو حتى مطروح من خلال السلوم والبراني، لان ما كانش فيه ميه، فصعب ان الانسان يتنقل مسافه 1400 او 1500 متر. فكان الطريق الوحيد اللي موجود كان من جغبوب، لان كان فيه ميه بحيث ان الانسان يمشي 60 30 كيلو يقدر يلاقي ميه، سواء ماشي بمجموعه او لوحده. فكان بيتنقلوا من هناك، يتنقلوا الى بهي الدين هنا في سيوه، بعد كده يوصلوا سيوه يلاقوا الحياه فيعرف ان هو يعيش، بعد كده ممكن ينزل القاهره او حتى لو عاوز مثلا الناس اللي بتروح للحج. فكانت نقطه اتصال ما بين شمال افريقيا شمال افريقيا القاهره والمدن وبمصر. طيب. فكانت نقطه اتصال. تمام. اوكي، طيب ممكن بقى تقول لنا اغرب بقى العادات والتقاليد اللي بتميز اهل سيوه عن اهل مصر؟ اولا العادات والتقاليد اللي بيميزها اولا النظام القبلي. النظام القبلي بحيث ان ده بيجمع ما بين، عارفين ان مستوى الجريمه هنا في سيوه زيرو. ليه؟ لان الناس هنا اولا كلها يعني معظمها بيعرف بعضهم. تمام. وبعدين كل قبيله لها شيخ، لها اعراف وشيخ، وكان بيحكمها زمان النظام القبلي، بحيث ان ما كانش فيه نظام مركزي، مفيش نظام زي تحت يكون في اسم وكده. السلطه المركزيه دلوقتي. فكان ده اللي بيحكم النظام القبلي لغايه ما اتغير في الاونه الاخيره في ايام الخمسينات. بقى في نظام شيخ القبيله، اللي بقى في نظام اسم هنا، وجت الحكومه المركزيه طبعا، وبقى في الاثنين. يعني بالرغم من ده برضو السلطه المركزيه يعني راعت الخصوصيه بتاعت سيوه. يعني هم انا عرفت ان كل قبيله بتختار شيخ قبيله، وبيتم التوثيق وبيروح يتوثق في المركز والاسم وكده، بحيث ان يبقوا عارفين برضو السلطه المركزيه عارفين ده شيخ القبيله دي الشيخ بتاعها كذا، والشيخ القبيله دي الشيخ بتاعها كذا. طبعا ده زياده لحفظ الامن والامان، وزياده التعاون الشرطه طبعا مع الشرطه مع المجتمع. بس هم طبعا بيميلوا لنسبه التعارف، يعني الناس لما يكون في اي مشكله او اي قضيه بحيث انها تتحل ما بين لكن ما فيش حاجه، يعني هم بيقدروا على حلها. يعني بحيث انها تتحل بابسط الطرق وباقل خسائر. حلو قوي. طيب ممكن تقول لنا بقى كلام بقى الامازيغي؟ انا نفسي افهم، يعني سمعت كتير الناس هنا بتتكلم امازيغي، بس ان افهم كلمه مش قادره افهم. اولا الامازيغ هم بيتعلموه زي ما قلت لحضرتك، انهم بيتعلموه من الابن طب قول لنا جمله كده. مثلا اقول ابا يعني والدي، مثلا امه يعني امي. الحاجات دي قريبه مننا عادي، الحاجات الغريبه بقى. اخ يعني خالتي، عمتي. طب قول مثلا انا رايح مشوار مثلا. نجيحك يعني كان موسيقى. يا نهار ابيض دي صعبه دي. اصلا اهلا وسهلا مثلا. اهلا وسهلا تلحل انه نسمد يجي دان مسوم يعني. فهي دي لا تمت بالعربيه باي صله، يعني انا لو سمعتها مش هفهمها برضه. هي اللغه الامازيغيه يعني بسبب الانعزال زي ما قلت لحضرتك حافظت على اللغه، واصلا اللغات كلها بتنتج من الانعزال. يعني بيكون ازاي مثلا شيوخ القبائل هنا ما فكروش ان هم يدونوها بحيث ان هي تبقى حاجه يعني دوكيمنت للاجيال اللي جايه؟ ما هو الاختلاط هنا ابتدى، في سياح وفي ناس بتيجي، وفي اختلاط، في اغراب زي ما انتوا بتقولوا بيجوا مثلا من القاهره يعيشوا هنا، مهندسين بيشتغلوا في شركات، ففي برضو اكيد في اندماج. الناس ما وصلتش لدرجه تحضر انها توصل لكتابه اللغه، لان كان يعني نسبه الحضاره او الناس قليله، فكانت بتسعى انها مثلا على تميل للزراعه، ولان كان في انعزال. يعني هي لغه منطوقه بس، لكن ملهاش حروف وملهاش اشكال، منطوقه بس طبعا كتابات، فبيعتمدوا على الكتابات على اللغه العربيه
ال- الفسحه، يعني في كتابات الاراضي، وغير كده كل ده بيكتبوا اللغه بالعربي. بيكتبوا اللغه العربيه الفصحى. مم. وده يعني ده اللي يدل علشان دخول ال- الحضاره الاسلاميه طبعا اه تمام. في هم كانوا برضو مع الدولة الفاطمية لما جم من المغرب لهنا، كانوا مع جوهر الصقلي، دي موجة الهجرة الثانية للأمازيغ لمصر. بس هنا من قبائل سيوه من زمان بتكتب باللغه العربيه الفصحى، الكتابه الكلام، يعني من قديم الازل بيتكلموا اللغه الامازيغيه مم. السيويه المعروفه. طب انت تعرف ان الجزائر والمغرب تم الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة تانية للبلاد؟ هناك كميه الناس، المجتمع اكبر، اه. يعني انتوا فالناتج ما فكرتوش تقلدوهم وتعملوا زيهم كده هنا ما وصلوش لدرجه النقطه دي عشان يعني. العدد قليل؟ العدد قليل، بعدين هم السعي بتاعهم انهم يوفروا الاحتياجات الاساسيه. مم. توفير الاحتياجات الاساسيه ما اداش فرصه ان ينتج مثلا مؤرخ يأرخ. الواعي بقى ان هو يأرخ ده. يأرخ ده ما وصلوش للنقطه دي. في حين لما امتزجت بقى الثقافات، لما اتفتح في السبعينات امتزجت الثقافات الثانيه، دخلت اللغه العربيه. مم. وطبعا اللغه العربيه يعني عشان بدات لغة القرآن طبعا، فأكيد تسر برضو اللغه ليه. اللغه الامازيغيه. طيب قول لي بقى ايه الفرق بين الامازيغ اللي موجودين هنا في سيوة والفرع التاني منهم اللي هو اللي موجودين في هوارة وفي الصعيد والكلام ده في هنا؟ والله عامة هم بيجمعهم صفة الواحات، تمام، وصفة الزي وبعض التقاليد والعادات. بعض التقاليد والعادات، يعني انتوا مختلفين. طبعا بيكون في اختلاف جامد، لان هناك البيئة بتاعتهم غير البيئة اللي هنا. هما بيئة بقى زراعية، ويمكن آه، هنا صحراوية اكتر. وممكن يكونوا هناك متصلين اكتر باهل الصعيد، فلذلك خدوا ايه صفات اهل الصعيد كتير، اه. في حين هما هنا اندمجوا في المجتمع المصري غيركم، يعني انا بحس ان هو الهوارة وفي الصعيد وكده ما تفرقهمش، يعني ما تعرفش تفرق، تحس ان هم من الفلاحين من الصعايدة. لكن هنا لما اشوف حد مثلا من سيوة لا بحس ان هو من امازيغي، يعني في فرق. هو بالنسبة للاندماج هي عشان كانت يعني أبعد بالنسبة للقاهرة. يعني كلمت في نقطة إن هنا في أمن وأمان وكده. مم. لو بصيت في جميع قرى القاهرة والصعيد تلاقي قرية جنب قرية، اه. تمام. فممكن يكون والاندماج بقى هو حصل من هنا. ممكن يكون في مكان مختلف عن مكان. مم. فالمكان المختلف عن مكان ده بيأثر في المكان الثاني، يعني القرية المختلفة بيبقى بتأثر. في آه تبادل حضارات وتبادل ثقافات. اما هنا يكون يعني اهل البلد عارفين بعض، فصعب ان طب انتوا بقى ممنوع ان انتوا تتجوزوا من بره القبيله؟ لا طبعا الناس بتتجوز من القاهره دي حاجه عاديه منتشره من زمان، لكن ما بس تدوش بناتكم لحد غريب، مش كده؟ نسبه قليله. لا بيتجوزوا دلوقتي من بره، وبيجوزوا بره كمان، يعني كده وكده. ده ملوش ما علاقه، بقاش بس فيه هو مشكله. ابو البنات طبعا بيحب ان تكون بنته جنبه، مم. فبيكون مطمن اكتر. يعني دي النقطه الاساسيه والجوهريه. لكن ما يمنعش ان هو يجوزها لا حد غريب طبعا عادي. ما يمنعش، بس النقطة دي بحس ان هو يكون بنته جنبه، يعني ما هي يكونش دي بس النقطه. طب آه. قول لي بقى، هم الستات هنا او البنات بيشتغلوا او بياخدوا مثلا شهادات جامعيه تاهلهم لمجال العمل؟ مسموح ان البنت تتعلم وكل حاجة، بس بحيث يعني انها تكون ايه نموذج فعال. يعني ما تتعلم بحيث ان مثلا تخش حاجة تكون يعني فيها بيوصلوا لحد الجامعه وكده؟ تخش الجامعة، بس بحيث انها تكون نموذج فعال، مش حاجة يعني يعني مثلا حاجة بتفضلوا مثلا ايه، كليات تربيه، كليات اداب، تطلع مدرسه مثلا او كده، ولا ايه الكليات ممكن المفضله بس بالنسبه لك؟ تكون ناجحة في التعليم بتاعها، ما عندهاش أي مشكلة في التعليم. طب التعليم ولا جواز؟ هو الاثنين بيكون متوازيين مع بعض، يعني مفيش مشكلة في كده أو كده. يعني هي لو بتكمل تعليمها وناجحة في التعليم، بس بشرط تكون ناجحة، يعني مفيش نسبة فشل ولو 50%. والله يعني انتم مهتمين بالموضوع، مهتمين بموضوع التعليم البنات. الموضوع بس زي ما قلت لحضرتك لازم تكون ايه نسبة النجاح بتاعتها 100%، لأن والد البنت أو أي حد يلاقيها فاشلة، يعني لو بتسقط سنة أو كتير سنتين، اه. لا جواز يقول ما أفضل. يحبش بقى ان هو فهو لو هي من الأوائل وشاطرة تتعلم مفيش مشكلة. لو ملهاش التعليم في يبقى لا في الجواز. التعليم، لا في الجواز، وما يصرفش ما يضيعش اه وقته. الفلوس بقى كتير قوي على يعني حاجه. دي النقطة الجوهرية اللي بتأثر طب في. انتوا لسه بقى بتعملوا الافراح ليالي كتيره كده وحاجات زي زمان، ولا هو الفرح يوم وخلاص؟ والله هي دي بتأثر من وقت لآخر. يعني في أوقات بيبقى الفرح 3 أيام وأربعة،
وفي اوقات انتوا بتعملوا، طب انا عايزه اعرف يعني بتعملوا في ايه في 3 4 ايام؟ احنا الفرح عندنا 3 4 ساعات. انتوا بتعملوا يعني، هل ليه طقوس مثلا اول يوم بيحصل كذا، تاني يوم كذا كذا، لكن ولا عادي افراح بس وذبايح وخلاص؟ هي بيحكمها في النقطه دي العادات والتقاليد والنظام اهل العريس واهل العروسه. هما اللي يعني مثلا بيحددوا. اول يوم مثلا يقولوا يعملوه مثلا الحنه، وثاني يوم مثلا يوم الفرح، وثالث يوم يوم عزيم اهل العريس. تمام. فبيكون مثلا 3 ايام، وفي ناس بتزيد عن كده، وفي ناس اقل من كده. بتقل، يعني على حسب الحاله يعني طب ما فيش حد بقى منكم بقى بيشتاق ان هو يقعد بس في القاهره بقى، في الحضر، او في المدن او كده، ولا انتوا خلاص بتبقوا متمسكين ان انتوا عايشين هنا بتقاليدكم بعدها؟ هو عامة في ناس بدأت يعني تخرج بتعيش بره. تخرج بره. ليه بقى؟ لان فرص العمل هنا مثلا قليله. هو مش من باب النقطة دي، بس من باب مثلا التعليم، عشان تعليم ما وعشان. فيش جامعات هنا في سيوه؟ لا طبعا هنا في سيوة في جامعات، آخر مرحلة الثانوي. بعد كده الكليات طبعا في مطروح دلوقتي بيبنوا جامعة، بس الجامعات كلها طبعا في اسكندرية وفي القاهرة. ف فمشوار. فكل بينزل تحت عشان الكلام ده. وغير كده لو مثلا على حسب بقى النظام العمل، صاحب الموظف ولا حاجة، ممكن ينزل القاهرة على حسب شغله يعني. اللي بيربطوا شغله في الأساس. لكن طبعا الاصل والجدر هنا. اه طبعا. هو ما بيسيبش الجدر اللي لا اكيد ما بيقولش اه كده. ما بيسيبش الأصل يعني. ميرسي جدا والله، انا اتبسطت جدا جدا باللقاء معاك، وبجد كان لقاء مفيد قوي، واكيد عرفنا كتير عن حياة الامازيغ وحياتهم دلوقتي وحياتهم من قبل كده. خليكم معانا، هتشوف حاجات حلوة قوي في سيوة. زوروا سيوة.